أظن كده بقى اللعب على المكشوف والأمور بقت واضحة جدا. العالم لا يحترم إلا القوي، وإن منطق القوة هو الأساس في وسط عالم لا يعترف إلا بالقوة. لو شفنا كلام مصر في مؤتمر القمة العربية الإسلامية في الرياض امبارح، هنلاقي في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي جملة مهمة جدا: إن لو فضل الاعتداء بهذا الأسلوب على غزة ربما تتغير المعادلة. وطالما المعادلة ممكن تتغير، فلا بد أن عنصر القوة هو اللي يتحكم في كل شيء. أنا عايز بس أقول لكم على حاجة بسيطة: مصر لو مش بلد قوية وعندها جيش قوي، احنا كنا اتمسحنا وبهدوء ودخلنا في وسط المعادلة دي. والمعادلة اللي كانت بتفرضها إسرائيل بدعم أمريكي ومن المجتمع الدولي، كانت المعادلة دي هي اللي هتمشي. ولكن قوة وصلابة مصر والتأكيد أن وراها جبهة قوية وجيش قوي هو اللي أجل ده تماما، ويمكن لغى الفكرة دي تماما. وأصبحت الرؤى المصرية هي الرؤى المهمة للتطبيق. النقطة الأخيرة عايز أكلمكم فيها: الناس اللي قعدت على مدى 10 سنين فاتت تتكلم عن تسليح الجيش المصري، وعن إن ده إنفاق لا يجب أن يكون بهذا الشكل، وعن إن هناك ولقمة العيش والكلام وكل اللي احنا سمعناه، زي يا جماعة ما نظرية الأمن الإسرائيلية سقطت في 7 أكتوبر، أيضا سقطت نظرية التحريض، وتحديدا التحريض الإخواني. كل اللي كانوا بيحرضوا ضد الجيش ويقول لك ليه بتجيب طيارات، وليه بتجيب حاملات طائرات، وليه بتجيب تسليح بهذا الشكل، دلوقتي كلهم أخرسوا، ولا واحد فيهم يقدر يتكلم. المنطق للقوي والبقاء للقوي.